بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس 23 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أثلسي عفو يرحم. يبضد ذي المتن داد نبضيث مثل ذي الشرح: وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك. ما زال نتمسلاي فين يعني الطهارة، والطهارة صفة حكمية كما بينا، ونناد أسباب الوضوء السنة إما الحدث ما يعني يخصص الوضوء من تسان كذا إلى آخره، يطص أغمي عليه لردة يأكل أمور كلها شرحناها فيما سبق. وبعدين إناد وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء، يعني مما يستوجب هذا الوضوء، فلا بد من غسل يديه. تجي معروف على كل حال من باب التذكير، من باب ذا اسم كثير ربي وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. يون قبل هذه ريفاس ديال الطاس لي روبيني الحنفية مباشرة تحوايج دارا تستوضي فاسديك ثلاثة ثيكال قبل يعني تبضوض تكمل الوضوء سيميك من بعد نزارن من بعد وذم من بعد ما إلا ذا الطاس الإناء ذا فريق إلى قبل هذه البلاد إفاسنيس داخل نطاسني داخل الإناء الوعاء إلى قاتل السير قبل ثنيس كشمر داخل. وطبعا ولما يكرد سكيطس ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ولي زرار ندان سيدي فاسنيس يعني لانت الاحاديث فغادي نيغ يكوين دينا ابن ابي زيد القيرواني ذي الرساله اماكن دنا ذي سيدي خليل. انا خدم الشرح سين كتابنا الحد ذي يعني في سيدي خليل الحد وايض كما ساقي في الرساله يكوين دفكان يسعى غزار غير الشريعه إما ذي القرآن إما ذي السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. إناد ومن سنة الوضوء غسل اليدين، ثقي من السنة ما هوش فرض، السنة قبل دخولهما في الإناء والمضمضة معروفة يعني أمان سيمي ثلاثة ثكال، والاستنشاق يعني والاستنثار ذنزارا، ومسح الأذنين سنة مسح الأذنين. من بعد شو دينا وباقيه فريضة. طبعا ذاك استشكل بعض العلماء يعني هذا الكلام ناس ابن أبي زيد القيرواني لا وين تتصوب خطرناش وباقيه فريضة إلى وين يتسو مثلا رد مسح الرأس وقي السنة يقول ما لا يلصق الروح يعني مسح الرأس هكذا السون فرض باش تدرد السنة ذا الفرض ما تروح ما دوغرض السنة وكيف يدي في ديرها يغفل فلاس نغي تسوث. وكذلك وتجديد الماء للأذنين إزمريون ميق مسحاك النية قروس أين دي يقول عندك فاسنيس اللي يروح سين الزاغيس وكي ما يخدمها كيجوز، ولكن إذا جدد الماء يرند من جديدا هذه السنة. ولكن بعض العلماء شو دنا هذه الأمور لا تخفى عليه، يعني اعتمد على سابق معرفة المسلمين بهذه المسائل البسيطة. يعني أما كان يتشل في مسنين نغ ياك ذين سلمان لشوالاقين سنيثن، ولكن يعني ذكرنا بهذه الأصول. وبعد شو دينا نروح مباشرة بدون باقيه فريضة. الباقي فريضة يعني غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وكذا كلها يعني فرائض. من بعد المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله يعني كانت تمثال النظام مثل يعني متعلقة بالوضوء مثل تخليل أصابع اليدين يقول ما يصير ذاك النقل جرى مالك يخدم مان يجري يضوضانيس، وكذلك هذا إدخال المرفقين في الغسل بفتح الغين في الغسل ما يصير فاسنيس إلى قل المرفقاي إلى قد ثديس الشم إلى قد يريد ويتصور كان سيا إلى قد يريد يدخل
كذلك مسح الرأس البدء من مقدمة الشعر، يعني من مقدمه، من منابت الشعر عموما. عندما يتسيلي الشعر عموما فرما ينوليس على الشعر انت الا قال يبدا كنبداو كيف ياكل كيف عند منابت الشعر عادة فرما ينوليس على الشعر ذا غادي يبدا السنه، ولو كان ينوليس على الشعر قد يبدو مباشرة من مقدمة الرأس، يعني من أول منابت الشعر في العادة. يهضر في بعض الامور ايضا يبد مثلا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويل للاعقاب من النار، وقال يسير دي دار نستيك والغفلا اما تسون تاك عبرتني تسير الناران غادي تسون بطون يعني الرجلين حين يفعلوا الظهر خاطئ الى قد يوضك بنادم هذه السيوض امان. وبعد ذلك شو دينا يند وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وين يغنى الوضوء فأحسن الوضوء، يعني يقرز الوضوء ينس يخدم ثكن اللاق، يخدم الفرائض، يخدم السنن، يخدم المستحبات، ثم رفع طرفه يعني عينيه إلى السماء فقال أديني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة. أما السعد بين أري فهم الحديث وثي الطبق هذي الوضوء أثي قرز وسوا أثي خدم السنية يصفان يوذم ربي مي فوق الوضوء ينس هذي الشهد من بعد هذي يدعو ربي بعد ربي سبحانه الدين 8 بورا الجنة أكيد دينا المصنف فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أذي يختار أن يسير يكشم باش هذا نظريت مثلا الإيمان ذي المحال ربي ضياع العثاف المؤمنين ذي المحال ياكل اغلوظو وكرد الفجر والظال ذي الشتوى ما نصمضون يقول نبذو في كل وقت يعني غاس يقول نبذو ذا الفجر وعار باش هذيك يعني ذي الوقت الفجر ماشي داين يسهل 5 الزله يوميا وساينت الكونجي وساينت والو ولا ما يوظن في ندم هذه الزال ما كنت نشرح فيه ما سبق صلاة المريض والعاجز هذه الزال سيف الدين موريز ميرالا سيغيمي موريز ميرالا ولو كان في ذي سيفوسنا في ذي سازلماضنا في نكنيثنا المهم هذه الزال ولو كان سوى النيس ولو كان كبالإيمان المعنى سيتمثل سمحتي في كذاكي مرة العثاذا يعتسف بنادم ماشي باطل وتظلت عماد الدين والوضوء تسرس نظلت ورزما بعد ما دي الظل بلا ما يزوار ذي الوضوء. لذلك هذا فضل من الله إفكاث المؤمنين جميعا. هذيك الشم هذيك اختار ثبورثي قفغا هذيك الشمس يسغى الجنة فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وبعدين وقد استحب بعض العلماء تتم لكلام المصنف استحب يعني بعض العلماء يرون ما أقوله الآن على وجه الاستحباب ماهوش على وجه الوجوب أن يقول بإثر الوضوء يولمي فوق الوضوء ينسى هذه دين الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جالي اسمه قاذي ثوبا جالي اسمه قاذي يعني زديا. ويجب عليه بلغة الوجوب أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى ماشي تسار ذا كانت تزدي لا إلا قد يخدم الوضوء نفس النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى احتسابا لله تعالى لما أمره به. الأمر يساد أثنى شرحت فيما سبق في الآيتين الآية 5 والآية 6 في 5 في 6 من سورة المائدة لما أمره به يرجو تقبله هذه يرجو القبول يعني إنسان يخدم هذه الوضوء وهذه الظهر وهذه يدعو ربه يقبل وثوابه الأجر وتطهيره من الذنوب يعني باش ربه يستزدي الذنوب ينس من الذنوب
وبه ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف، يعني أذير ذي الباريس دي النياس بلثان يتهجي إيمانيس باش يفد ذيري فاسن ربي وذي الظال لمناجاة ربه والوقوف بين يديه، أي غير لأداء فرائضه باش يخدم الفرائض الناس. يعني أما تصلي ثما ذاينك يشدنا الظل ثاين كالطواف مثلا حول الكعبة أينك يقلق يعني الوضوء والخضوع له وذير بالباريس كالقاس تقبيل سوى النوز سبحان الله ميم استقبيل ما كاين نون زاسي ربي سوى النوز والذي مسلينا كتفض ساعة نظر الشرعي. الخضوع له يعني يا ربي سبحانه بالركوع والسجود ألا ربي وما نخدمك أنا نركع ونسجد نسرسي قرينا غالمثل القاعة، يعني دلالة على الركوع، دلالة على الخضوع والخنوع لله عز وجل، الخضوع لله بالركوع والسجود. فيعمل على يقين بذلك، قد يسعوا اليقين ولا قد يسعوا الشك والإيمان إلى قد يجهد تقول بلاد مارينا يخدم يخدم متيقن باللي ربي في كاد الوعد وعده حق إن الله لا يخلف الميعاد. النبي عليه الصلاة والسلام يوعداغ الوعد وعده حق على يقين بذلك وتحفظ فيه. فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه، يعني يوكذ دالمي ذي النية خطر ذنساس إذ الشرط الأساس ذي الفرض مزوارو ذي الركن مزوارو في قبول الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.